مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح اكون انا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وزملائي شيرين وشيزر، وضيفي بالاستديو الدكتور جيفارا رميشيخو الفرحه، اخصائي بالجراحه العصبيه والمجهريه، لنحكي عن مجموعه من المواضيع المهمه يلي اغلب الناس بيعاني منها. نحن وانتو رح نرحب بضيفنا ولنبدأ بحلقتنا. يسعد مساك دكتور. 100 أهلا وسهلا، يا هلا فيكم وبقناتكم العزيزة. شكرا لك دكتور. مستمعينا، أي حدا حابب ينضم لنا أو حدا يستفسر أو يتصل معنا، فيكم تنضموا عبر الاتصال الأرضي بالرقم 429 101. أيضا عبر الفيسبوك متابعينا يلي عم شاهدونا برات البلد، أيضا بوير عربي أو راديو بوير على صفحتين الإذاعة. حتى فيكم عبر الواتساب، عبر أي رسالة فيكم تبعتوا السؤال، رح نطرح على دكتورنا الضيف ورح نجاوب على السؤال أكيد بآخر الحلقة. مواضيعنا مهمة كتير وبتلامس يعني شرائح معينة، وأيضا هي آلام العمود الفقري، آلام الرقبة، آلام اليدين أو تخدير الأصابع أو اليدين إذا جاز التعبير. أي حدا حابب يسأل، خلوكم عم تتابعونا ولنبدأ حلقتنا. بداية دكتور، إيش عن الأسباب اللي بتؤدي لآلام العمود الفقري، وهل اللي يعني أحيانا الشباب يعانوا منها، أحيانا يعني هالمرض هذا ربما ما بيتقارن بموضوع العمر، فشو هي الأسباب دكتور؟ هلا خلينا أول شيء نوضح للمستمعين الموضوع كالتالي: إنه في أمراض عصبية تصيب الرقبة والنخاع الشوكي، وفي آفات مثل ما يقول بتخص الجراحين الأعصاب. تمام. هلا المشاكل التي تواجه العمود الفقري هي مشاكل كثيرة. أول شيء نقدر نحكي إنه الردود بالدرجة الأولى. الردود سواء كانت الميكانيكية العملية نتيجة العمل، نتيجة الشغل، نتيجة الجهد البسيط، أو الردود الحوادث بحد ذاتها يعني، أو الرياضيين مثلا، أو الرياضيين أحياناً. تماما. وفي آفات نحن نقول لها التنكسية، أيوة، اللي كمان تنتج عن الجهد الميكانيكي اللي بيتطبق على الفقرات والغضاريف اللي بين الفقرات. وفي عندك أمراض شائعة كمان، هي بيختصوا فيها أكثر شيء أطباء الأمراض العصبية. نعم. يعني مثل التهابات النخاع أو اعتلال النخاع أو التهاب الجذور. هدول بدهم بحث آخر وبده ملامسة وتداخل آخر يعني كليا. نحن من ناحيتنا كجراحين أعصاب، أشيع الأمراض اللي ممكن تصاب بالعمود الفقري مثل ما أنا حكيت إنه الردود. نعم. الدرجة الأولى الردود بأنواع الكاملة، يعني الرد البسيط، الرد العنيف، الحوادث، السقوط من شاهق يعني، أو السقوط العادي. هدول اللي أكتر شيء نحن اللي بندرسها ونلاقي لها التدابير الخاصة فيها. تماما. الدكتور، باعتباركم يعني حكيتوا موضوع التدبير، يا ترى كتشخيص لهالحالات اللي التشخيص التفريغي او التشخيص كيف بيتم عندكم، سواء كان بالمشفى او بالعياده؟ يا ترى بالفحص السريري عم توصلوا لنتيجه، او بتلجأوا لتصوير شعاعي، او في اجراءات تانية لحتى تحددوا نوع هالاصابه؟ هلا خلينا نحكي بشكل هيك مبسط. تماما. شغل تماما. مريض اجاك يحكي لك بقصته انه انا تزحلقت وقعت، هذا اجباري بدك تعمل له صوره. تمام، اجباري بدك تعمل له صوره، انه تشوف في آفات انضغاط، صار في كسر بالفقرات، صار في شيء مشكله، فبدك تعمل له صور كدراسه شعاعيه له. صوره بسيطه ولا صوره غير؟ بسيطه، ممكن الصوره البسيطه تسحب معاها طبقي محوري ماسح يعني. وممكن تعمل حتى رنين كمان. تماما. فما في يعني ما في تقييد كل ما كان تشخيصك دقيق، كل ما كان العلاج وخطة العلاج بتكون واضحة للطبيب وللمريض حتى. بالضبط. تمام. أما نجي على الأمراض الثانية، مريض إجاك على العيادة يقول لك والله أنا رقبتي تجاني من شي سنة. هذا إجباري أول شيء بدك تاخذ القصة السريرية، طبيعة عمله شو هو، تماما. من إيمت بلشت الآلام عنده. تمام. آلامه يا هل ترى
بوضعية معينة ولا بكافة الحركات اللي ممكن يقوم فيها؟ آلامه نهارية أكثر ولا ليلية أثناء النوم بتكون أكثر؟ يا هل ترى في انتشار للأطراف، بمعنى يعني هل الوجع هذا بينزل على إيديه ورجليه ولا بس على إيد وحدة ولا على الإيدتين أو على الرجل؟ يعني هاي القصة السريرية جباري بدك تاخذها من المريض، فهذا الإجراء يتم بالعيادة. تماما. تاني شيء بدك تفحصه فحص سريري. الفحص السريري كمان كتير مهم للطبيب، لأنه ما بدنا ندخل بموضوع التشريح النخاع وفيزيولوجية عمل النخاع والأعصاب كيف معها، بس كمان بيتوضح الطبيب أنه في هل ترى في عنا مشكلة ضاغطة على مستوى النخاع، أو هي مشكلة محيطية بالأعصاب. محيطية يعني بعد خروج العصب من النخاع الشوكي بعد تفرعه يعني. نعم. يعني نحن باللغة العلمية قلنا نورون محرك علوي وسفلي يعني. أيوة. تمام. فجباري القصة السريرية بدك تاخذها، الفحص السريري بدك تجري. الطبيب يتوجه انه يا هل ترى في عنده آفة ضاغطة، في عنده مشكلة. بناء على هيك على هالموجودات اللي بياخذها من المريض كقصة سريرية وكفحص عصبي بيحدد. ممكن يتوجه انه في مشكلة فعلا، مشكلة هي على مستوى الفقرات أو على مستوى النخاع الشوكي، فبالتالي بده يستدعي لإجراء تصاوير. ممكن نبدأ من الصورة البسيطة وننتهي بالرنين المغناطيسي لحتى نشخص الحالة. إذا بالفحص السريري أو كقصة المريض لا تتماشى مع المشاكل الرقبية، أيوة. يعني المشاكل النخاعية، خلينا أنه ما فيها الآفة الضاغطة ممكن تكون عليه، ممكن نطلب تحاليل. أيضا ممكن تكون المستوى على مستوى الأربطة هو عبارة عن التهاب أو يكون اعتلال أو أي شيء. ممكن نلجأ إذا بقصة المريض في عنده مرض مزمن مثل داء السكري، أيضا ممكن مشان نحدد إنه يا هل ترى في عنده هذا اعتلال أعصاب أو ما عنده، ممكن نطلب تخطيط أعصاب. أيضا فالأساليب التشخيص هي كثيرة. نعم. من ناحية دراسة الشعاعية، دراسة مخبرية، وإجراء التخطيط عند زميلنا طبيب الأمراض العصبية. بس بشكل عام القصة السريرية والفحص السريري أهم من كل شيء. تماما. أهم شيء هو اللي يوجهنا. تماما. هون حابب أوضح نقطة دائما لحتى المستمع والمراجعين اللي عم يراجعوا العيادات عم يعانوا أو ربما يشتكوا دائما للتوضيح هاي، أنه الطبيب دائما بياخذ الإجراء البسيط، إذا تم التشخيص بيعتمد على الدواء تماماً. أو كذا. فلذلك دائما الطبيب يعني لازم يكون المريض متعاون مع الطبيب. تماماً. مثل ما ذكرت أنه ربما تحتاج لطبقي محوري بعد الصورة الشعاعية البسيطة. تمام. إذا ما تشخص أو ما بين معك شيء ربما تلجأ لرنين مغناطيسي. فهالنقطة هاي دائما حابب عبر منبر بوير دائما للمستمعين للمرضى الأمراض العصبية أنه الطبيب ما بده يعذب المريض، ما بده يحمل المريض مصروف أكثر، ولكن التشخيص هيك بده الفحص السريري والبروتوكول حسب هالنقطة هاي كنت حابب أوضحها للمستمعين. دكتور، المضاعفات مثل ما ذكرتوا أنه مريض جاني من سنة ومأهمل الآلام الرقبة عنده أو العمود الفقري أو ألم بمنطقة ما معينة، يا ترى يعني إذا أهمل المريض حاله لشو بيؤدي النتيجة هاي؟ أول شيء موضوع النخاع الشوكي والأعصاب، أنت تعرف يعني البيت اللي ما في كهرباء العتم. تماما. أكيد. على طول أنا أجيب هالتشبيه، أقول النخاع الشوكي والأعصاب هن كهربة البيت، كهربة الجسم. نعم. عدا عن كهربة الجسم هي نقل الأوامر. يعني ما في عضو بيتحرك إلا بأوامر عصبية يعني بده يكون. فإذا في مشكلة هالأوامر ما راح تنتقل للجهة اللي مطلوبة تنفذ الأمر. تمام. فبالتالي بده يصير في مشكلة بتنفيذ الأوامر. اللي نحن بالعادة الأوامر تروح للجهاز الهيكلي. الجهاز الهيكلي هو الإيدين والرجلين. تمام. هلا نحن المشكلة اللي بدنا نحكي فيها انه ممكن كتير اسباب للآلام الرقبية. خلينا بس ناخدها الأكثر شيوعا هي الأمراض التنكسية اللي ممكن يكون الانزلاق الفقرات الرقبية، أو التنكسية اللي ممكن تكون تضيق القناة الشوكية، أو الفتق النواة اللبية. هدول الأشياء اللي بتصير يعني.
تمام. بالعمود الرقبي. مم. فالمريض خلينا ناخده اللي هو الشائع، مهم. العالم على طول يمزحوا أكيد. يقول يا اخي والله ابائنا واجدادنا ما كان معهم ديسكات، الان كل واحد يفوت لعندك يقول له معه ديسك. تماما. تمام. أها. صاير مرض العصر حقيقة، مرض واحد العصر. يحكي نعم. حقيقة مهم. نحكيها، مو ذنبنا، وإنما أكيد. فعلا التكنولوجيا. التكنولوجيا هي اللي بلشت تشخص تماما. أو بجوز دور الحياة اليومية اللي عم بنعيشها كمان ممكن إلى عواملها تمام. يعني. فخلينا نحكي على الفتق النواة اللبية يعني. مهم. إيش تأثيراتها؟ مهم. هلا إذا بدنا ناخدها بشكل نقطع العمود أو المحور العصبي، وأنت حلقتك أكثر شيء مركز على الموضوع الرقبي يعني، والعمود الفقري. العمود الفقري نعم. بشكل عام. مهم. هلا نحكي نحن على المناطق الموجود في النخاع الشوكي. نعم. المناطق الموجود موجود في فيه النخاع الشوكي اللي بيمتد من الفقرة الرقبية الأولى وحتى الفقرة الظهرية 12 لبداية أو نهاية القطنية الأولى. مهم. هي منطقة نحن نقول لها النخاع الشوكي. مهم. هذا المحور الأساسي، يعني دماغ موجود ضمن الفقرات، والدماغ هو أساس، تمام. هو المحور، هو ال الطريق الذي ينقل الأوامر من الأطراف، من الأوامر الحسية والحركية، مهم. من الأطراف، من الوسط الخارجي، لا ينقلها للدماغ ويعطي الأوامر الدماغ لحتى ينفذ الأوامر. نعم. هلا على سبيل المثال إذا مريض عنده مشكلة بالنخاع الرقبي، مهم. طبعا الديسك لما بيصير هو عبارة عن تمزق بالحلقة الليفية، بيطلع مادة أو النواة اللبية اللي هي محصورة بين فقرتين، مهم. حواليها يكون في رباط، هالرباط بيتمزق. التمزق هذا بيخلي انه النواة اللبية اللي نسميها بالمفهوم الديسكي يعني نعم. الغضروف، تماما. الغضروف الديسكي اللي بيضغط على الكيس السحائي والنخاع الشوكي. مهم. هلا عنا بالنخاع الرقبي او الفقرات الرقبية الثقبة اللي بمر منها النخاع الشوكي كتير ضيق. نعم. تمام. فتمزق هالحلقة الليفية وخروج جزء ولو كان بسيط من الديسك أو من النواة اللبية باتجاه القناة ممكن مباشرة يبلش الضغط على الكيس السحائي وبالتالي يضغط النخاع. مهم. تمام. هلا النخاع إذا كان الديسك انفتق ودخل وضغط على النخاع، وعلى طول الفتق يصير من أمام اللي هو يعني على الوجه الأمامي للنخاع الشوكي. تماما. يصير ضغط على الوجه الأمامي للنخاع الشوكي. الوجه الأمامي للنخاع الشوكي وظيفته حركي. فإذا صار ضغط على الجزء الأمامي للنخاع بده يعمل عنده إعاقة أو مشاكل حركية. مهم. مشاكل حركية ربما جزئية أو ممكن تكون جزئية، بس هي على طول بتكون متطورة. بدها تكون متطورة تتطور. نعم. هي نعم. يعني فممكن يكون هذا الديسك ياخد الحيز الجانبي، مهم. يعني ما يكون على باتجاه النخاع، جانب النخاع. ممكن يوصل على جانب النخاع، يضغط على الجذر الموافق. مهم. تعرف بين كل فقرة وفقرة بيطلع عصب، نعم. بين كل فقرة وفقرة في خروج عصب، هذا العصب له مسار معين وبينزل يعني بيروح للعضو اللي بيعصبه. فإذا كان جانبي بده يعطي أعراض جذرية فقط وليس نحن نقول لها مركزية محيطية، يعني ممكن الإيد الأصابع يخدروا بجهة، يوجع الكتف حسب مستوى الديسك اللي صاير. تمام. لأنه كمان هالعصب هذا له عضلات معينة بيعصبها، يعني في عندك الديسك ممكن يعصب الكتف، عضلة الدالية نحن نقول لها، العضلات اللي فوق الكتف ممكن ينزل للعضد، ممكن عصب آخر يوصل حتى لرؤوس الأصابع، وهن الأعصاب الرئيسية الموجودة يعني. طبعا كلها عن طريق نحن نقول لها الضفيرة العضدية، وهالضفيرة اللي هي بتوصل للنخاع الرقبي يعني. فحسب موقع الديسك بيعطي أعراض ممكن تكون محيطية، إنه بس ينضغط العصب الموافق بالإيد، أو ممكن تكون أعراض نخاعية اللي هي أعراض نحن نقول لها مركزية أو أعراض هرمية. يعني تكون الهرمية يعني بتأثر على مشية المريض، على قوة الإيد، على حركة الإيد، الإيدتين طبعا بالجهتين نحكيها أو بالرجلتين.
هلا إذا كان جانبي كمان، إذا وصل لمراحل كتير متطورة ممكن يعمل ضمور، ممكن يعمل ضعف بالطرف، عدا عن الألم والخدر، يعني عدا عن الاضطرابات الحسية. ممكن أكيد. يعمل أذية، يبلش يعمل أذية حركية، لكن بطرف واحد، بالطرف المناسب، يعني اللي يعصبه هذا العصب أو بالمكان اللي يعصبه هذا العصب. أما على مستوى النخاع المركزي، يعني إذا كان ضغط مركزي موسط عامل انطباع وضغط على النخاع الشوكي، بده يعطي أعراض ممكن حتى رباعية يكون. أيوة. هي تتطور مراحل متطورة. مراحل متطورة. المريض نحن نعطيه هيك تسميات علمية، نقول ممكن يعمل مشية الرجل الآلي أو مشية الدولاب المسنن، إنه المريض ما عاد يقدر يمشي مظبوط. أيوة. ممكن المريض يحمل شيء من ايده يقعه من ايديه. انا عم بحكيها ببساطة يعني تماما، مشان لحتى العالم المستمع يعرفوا يستفيد. تماما. نعم. ما عاد يقدر يرفع ايديه، ما عاد يقدر يمسك شيء باصابعه بايديه او يشيل شيء. مشيته ما عاد يقدر يمشي او يمشي مع اضطراب توازن. أيوة. يعني ممكن حتى توازنه يفقده من هاي بمراحل متطورة. هاي المراحل المتطورة. تماما. دكتور، بهالحالة أو بهالحالات يعني خلينا المراحل، كيف يعني بيتم العلاج، وإيمت بيلجأ الطبيب للعمل الجراحي؟ هلا نحن في مفهوم بدي أريد أحكي، أو أنه المريض لما يبلش يراجع الطبيب بقصة ألم، تمام، على الطبيب ساعتها يشخص أنه في مشكلة كبيرة قابلة للتطور، أو ممكن تكون مشكلة محدودة. تماما. هلا بعد الفحص السريري، طبعا في عنا نحن كمان علامات سريرية مثل ما حكيت فيها، وطلبنا للمريض صورة، طلبنا له صورة رنين، وجاب صورة الرنين، وشفنا انه هذا الديسك مو عامل له اعراض حركية. أيوة. مو عامل له اي اضطراب توازن. تماما. تمام. ديسكو صغير، مو عامل هالضغط على النخاع الشوكي. هذا المريض ممكن ما يلجأ للجراحة، يعني ما يحتاج للجراحة، يعني ويراقب نفسه ويتابع نفسه، يهتم بحاله. هلا في مفهوم عند العامة انه والله رحت لعند الدكتور ما اعطاني شيء، ما اعطاني غير مسكنات. انا احب هون احكي يا ريت انه الجراحة العصبية العلاج نعم، يعني كآفة عصبية نحن نحكي من ناحية الديسكات. نعم. هو العلاج الغير جراحي للمريض هو المريض نفسه يهتم بحاله. تماما. الدواء هو عبارة كلياته وين ما راحوا بأي مرجع من مراجع الجراحة العصبية، تماما، إلا يكون في خط مسكن فيه. لأنه العصب إذا ما تسكن الألم ما راح يرجع لوظيفته الأساسية. فجباري بدك تعطي تسكين للألم عشان ما يشكل وذمة عصب، ما يشكل مشاكل تانية عنده. فمو انه الطبيب ما يعرف شيء عطاه المسكنات، لا، انما هذا خط اساسي بالعلاج. حلو كتير. بدك تعطي مرخيات عضلية، بدك تعطي مسكنات. احيانا نلجأ حتى للكورتيزون. العالم يجونا مرضى يقول دكتور دخيلك ما بدي كورتيزون. هذا سلاح، تماما، مثل اي سلاح موجود بالبيت، اذا عرفت تستخدمه رح يعطيك نتيجة. حلو. اما اذا استخدمته بشكل عشوائي اكيد رح يأذي. فالكورتيزون هو دواء كويس. اللي اخترعوه مو عن عبث اخترعوه، انما له استطباباته. تماما. ممكن ارجع اقول انه ممكن حتى بحالات معينة نعطيه شوية جرعات من الكورتيزون كمان للمريض، انه نخفف وذمة العصب ووذمة النخاع حسب الحالة اللي تستدعيها. اكيد. الجراحة نلجأ إلى لما تبلش تعطي أعراض مؤذية للمريض، يعني أعراض حركية أو ضمور بلش بدها تعطي ضمور، أو حتى ممكن قبل الضمور ضعف وظيفي ضعف وظيفي بأي بأي أحد شيء الأطراف. تماما. بدك ترجع للجراحة. أكيد.
في اكيد له يعني بروتوكول خاص له أو بروتوكول خاص وشعاعيا سريريا أكيد. لحتى اتخاذ القرار الجراحي، له عدة نقاط لحتى نتخذ طبعا القرار اكيد. الجراحي بالنسبة له. لا نتطرق لموضوع الرقبة، طبعا هو موضوعنا شوي متشعب وأيضا يعني بيلامسوا بعض، هن تتمة لبعض يعني. تماما. أيضا من الآلام الشائعة دكتور، باعتبارنا صرنا بعصر السرعة وأغلبيتنا موظفين، والتكنولوجيا من شوي حكينا أنه اللي عاملين على اللابتوبات، واللي دائما موظفين قاعدين خلف المكاتب. المكاتب. يعني هي كمان ايضا من الاشياء الحالات اللي بيراجعوا اطباء الجراحه العصبيه، يا ترى شو الاعراض اللي عم يعاني منها المريض. احيانا بيكون في مريض عم يسمعنا وعنده هالحاله هاي وما بيعرف انه ترى هالشيء هذا نتيجه العمل الفلاني او الحركه الفلانيه، لحتى يستفيد، لحتى كمان يعرف انه لوين يتوجه ويستفيد من هاللقاء هذا. الاعراض اللي بيعاني منها او اللي بيكون يعني اللي عم يعاني منها مريض، ايوه. يكون في إصابة بالرقبة يعني. مم. هلا نحن الآفات العصبية على طول الإصابة لما تتحدد بمكان تعطي الإصابة من نقطة، يعني من مكانها وأسفله تنزل لتحت. ما فهمت عليك. يعني تمام. إذا الإصابة بالفقرات الرقبية فرح تعطي الأعراض من الرقبة وأنت تحت. ممكن تعطي للإيدين، ممكن تعطي لجدار الصدر. أنا طرقت هلا من شوي حسب توزع العصب تماما. الشجرة هاي شلون تجي. تمام. فأغلب المرضى اللي يجونا بتحدد الرقبة، ما عاد يقدر يفتر رقبته يمين يسار مثلا لقدام لورا، الشنجة صايرة مثل الألف، يعني مثل حرف الألف. نعم. ممكن يجي يقول لك كتفي ما عاد أقدر أرفعه. ممكن أيضا يكون مشاكل رقبية هي اللي عم تخلي هالنقطة هاي. يقول لك يرجع يقول لك إيدي عم تخدر. عم تخدر إيدي كلها. ما عاد أقدر أشد الطورنفيس. تماما. أيضا تمام. يا أما عم حاول أفتح الباب إيدي ما عم بقدر أدخل المفتاح بمكانه إنه أفتح، يعني ما عاد رجفان الإيدين. أيوة. ممكن تكون من المشاكل الرقبية. طبعا رجفان يصير لما يصير في ضمور بقى يبلش. تمام. بس أشيع الحالات اللي ممكن بدايتها تكون هي الألم الرقبي مع انتشار الجذري، يعني الإيد تخدر أو الرجلين يخدروا، يعني هي أشيع الأسباب. تمام. فالمريض بس حس إنه والله رقبته توجعه ومثل الخط، يجوك هذا التشبيه انه دكتور هي مثل الخط من راسي هيك ينزل للكتف ويجي لإيدي. ايوه هو بيوصف هاي من رقبتك هيك. اكيد. دكتور، العوامل المسببه لحدوث هالحالات هاي، هلا الردود هي بالدرجه الاولى اكيد، هي يعني ما بدنا نحكي فيها. يعني النقطه الثانيه هي الوظيفة اللي بتقوم فيها، طبيعة العمل يعني اللي انت عم تشتغلوا. يعني اكثر المتهمين هن الاعمال المكتبية بالنسبة للمشاكل الرقبية، عم بحكي بالضبط. الاعمال المكتبية، الاعمال اليدوية، مثل الحلاقين اللي على طول يوصلوا تماما الأجهزة مثلا. طبعا هلا الاعمال الصيانات هي من ضمن نحن نعتبرها الاعمال المكتبيه، لانه نعم. قاعد ورقبته اخذه وضعيه معينه على طول، وعم بيعمل باعمال هيك بحركات دقيقه بالايدين ووقت طويل تماما. طبعا الاعمال اللي بتحتاج على طول انه يكون راسه موطي لتحت، يعني مثل البلاطين، مثل الحلاقين، مثل يعني هدول كلن ممكن يصير عندهم آفات رقبية. عدا عن هيك مثل ما حكينا اللي انت تفضلت له، يعني الموبايلات وما موبايلات بالضبط. والكمبيوترات اللي يستعملوا هدول اللابتوبات. ثالث شيء وضعية النوم. يعني في عالم كتير يقول لك يحطوا لك مخدتين 3 تحت راسهم ويناموا بوضعية نصف الجلوس. هي مؤذية للفقرات كتير ناس طبعا. في وضعيات يقول لك المريض والله أنا ما أرتاح إلا أنام على بطني. هاي نحن نقول له وضعية السباح. هاي كمان بدون مخدة، بدون مخدة يعني مع مثل واحد عم بيسبح وعم بينام، يعني إيده فوق ووحدة تحته وكذا. يعني هالوضعيات النوم أو وضعية الجلوس أو وضعية النوم الغير مثالية الغير صحية كمان ممكن تأذي أيضا. تمام. دكتور، كيف بيتم تدبير العلاج بهالمراحل بهالحالات هاي آلام الرقبة هلا إذا بس آلام
مع خدر وتنميل أكيد بنجرب أول شيء العلاج المحافظ. ايوه. العلاج المحافظ لازم يكون في شراكة يعني بين عدة أدوية مثل مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، ايوه. الفيتامينات اللي أشهرها البي 1 وبي 6 وبي 12، مهم. المرخيات العضلية لأنه العمود الرقبي أو العمود الفقري لما يبلش بالأذية يتشنج كتير، تلقائيا. هالعضلات اللي حواليها كلها تتشنج تغير وضعية الفقرات بالكامل، فأي ضغط بسيط أو شديد كان عليه ممكن يسبب آفة أو مشكلة يعني. دكتور، هلا احد المستمعين، عفوا على المقاطعه، بيسال انه مثلا الفيتامين شو له علاقه بموضوع لحتى يعني نوضح للمستمعين. الأعصاب مم. هلا ندخل هلا مم. تدخل ضمن فيزيولوجية الخلية مهم. بجسم الإنسان. فكل خلية هلا مثلا ليش يقول لك خيو فيتامين آ كويس للنظر، ها. تمام؟ صح. نحن الأعصاب بتفيدها هالفيتامينات اللي مهم. هي الفيتامين بي 1 بي 6 بي 12، وأكثرها البي 12 والبي 6. هدول يعطوا حيوية للعصب، يعطوا قوة أيوة. للعصب، يعطوا ديمومة للعصب، تمام؟ مم. ليش يقول لك الكولاجين مثلا بتحافظ على نضارة البني آدم؟ تماما. ايضا. نفس الشيء يعني مم. نحن الفيتامين كتير بيفيد العصب. وايمت بتدبروا يعني او بتلجأوا يا ترى او قبل ما نروح للموضوع الجراحه، في شيء يعني فيزيائي بيدخل للعلاج؟ هلا اذا ما في هالمشكله الآفة الكبيره مهم. اللي ممكن تأذي او تضغط، ممكن نعطي كورس العلاج هذا للمريض مهم. فتره مع معالجه فيزيائيه خفيفه، بمعنى تدليك، ايوه. ها، حرارة، تدليك سواء بالشد الرقبي. هون شوي المراجع مختلفة فيه بموضوع أيوة. المشاكل الرقبية الخفيفة يعني. نعم. فالعلاج الفيزيائي الخفيف خلينا هيك نوصفه، تمام. تدليك، ها، أيوة. حركات مثلا معينة مهم. بياخذها المريض مع الأدوية بياخذها أكيد. فترة معينة. إذا في آفة مثلا ممكن مو كتير ضاغطة أو مو كتير مؤذية، ممكن حتى نعطي المثبتات الرقبة مثلا الطوق الرقبي. أيضا. هالأطواق كمان إلى خصوصياتها، مثلا في عنا أطواق قاسية، طرية، مدعمة، غير مدعمة. كمان هاي الطبيب هو بيلجأ بيشوف الأنسب له بيكتب للمريض. دكتور، مع الابتعاد عن المسببات يعني. أيضا. يعني هي كمان نحن بلشنا بالحديث انه جزء العلاج الاساسي هو المريض نفسه. اكيد ذكرت من بداية بدايه الحلقه حكيتها، واكيد رح نختم اكيد لقائنا بهالتوصيات هي مؤكده هي. تمام. دكتور، انضغاط العصب او خلينا اذا بالعاميه، اغلب الناس بيعانوا او فئه الشباب حتى الكبار بالعمر. يعني طبيعه العمل من شوي حكينا موضوع الموبايل وموضوع الكمبيوترات، واغلب الاعمال ربما الجراحين نفسهم احيانا هن بيعانوا نتيجة عملهم بالعدة الجراحية. التخدير خدر أو نمل اليدين كمان لو نحكي عنها يا ترى، الاسم العلمي له وأسباب. يعني قصدك أنت بالمشكلة اللي بيعاني منها بالرسغ تماما، اللي هي متلازمة نفق الرسغ نحن بالضبط، هاي أو انضغاط العصب الناصف، هاي بين قوسين المصطلح العلمي. أيوة. متلازمة نفق الرسغ. هلا هاي مرض أشيع حدوثه هو بالعمر ما بعد 30. أشيع حدوثه له أسباب كتير كتيرة يعني. أسباب رضية، أسباب التهابية، أسباب مثلا أمراض مزمنة، مثلا مشاكل درقية عند المريض، عنده روماتيزم، عنده مشاكل انحلالية، أمراض انحلالية. هلا هي كتير نادرة بتكون. هي أشعها الرضية بمعنى يعني لما بتشتغل بإيديك من الصبح للمساء كمان نحن نعتبرها رضية هي يعني. طبعا أي رض هذا يعني صحيح رض خفيف، فعل خارجي يعني، فعل خارجي أنت عم تشتغل يعني. طبعا للأسف أكثر الإصابات تصاب فيها النساء. لهم النصيب والحصة الأكبر. النساء لأنه على طول الأعمال المنزلية، ها، والنساء أكثر شيء بيتعرضوا للجهد بعضلات اليد بالغسل وبنيتهم هن بحد ذاتها هي أضعف من بنية الرجل يعني. فبالتالي يصابوا فيها من غسيل وجلي وما جلي ومسح هذول كلها.
بصير معهم هالمتلازمة. هالمتلازمة هي عبارة عن انضغاط العصب الناصف بمنطقة الرسغ مهم. تحت الرباط، مهم. قيد القابضات نحن نقول له في أيوة. قيد. هذا القيد هو عبارة عن حماية أو للأوتار اللي بتجي بتتفرع. بتتفرع. هذا القيد بيدخل في سماكة بيتسمك بيتكلس، مهم. فبالتالي بيضغط البنية الضعيفة. البنية الضعيفة هي يا أما الجلد يا أما العصب. بس أكيد. البنية الضعيفة هي العصب. العصب. فبالتالي ما عاد يخلي السيالة العصبية تصير توصل. باتجاه العصب مهم. حسب شدة الانضغاط بتكون. فمه يعني قد ما كانت الانضغاط شديد الأعراض راح تكون شديدة. مهم. طبعا الدورة الهرمونية كمان مثل ما حكينا فيها أكيد. كمان إلى سبب عند النساء بتفاقم هي المشكلة. يعني أغلب النساء بيجونا هن بالحمل أثناء الحمل يقولوا له، مهم. خاصة بعد الشهر السادس يعني تماما. يصابوا بهي، بيوصل لمرحلة ما عاد نوم ليلي ما عاد يبقى عند المريضة، يعني ما عاد من تقدر الآلام من الشديدة الآلام يعني. الشديدة. ذكرتوا العوامل المسببة دكتور والأعراض اللي عم تظهر، يعني هاي كان دكتور العلاج بهالحالة هي كيف بيكون؟ يا ترى بتتبعوا علاج معين كدواء أو حركات معينة لحتى ترتاح المريض أو المريضة مهم. اللي هي أكثر مثل ما ذكرتوا، أو إيمتى بتلجأوا للعمل الجراحي أو عمل تحرير العصب؟ هلا نحن على طول لما نشخص الأعراض ونشك بموضوع انضغاط العصب أو متلازمة نفق الرسوخ مم. فورا نوجه المريض. طبعا إذا كانت أعراض خفيفة وحديثة مهم. ما أنا مزمنة، يعني أقول لك المريض أنا صار لي 3-4 أيام عم بشكي، بداية. ما بداية ما نطلب له نعطيه أدوية ونقول له ريح إيديك وحاول ترتاح ونشوف بعدها. أما إذا صارت الأعراض أكثر من شهر أو شهرين فالمريض نطلب له تخطيط أعصاب. مهم. تخطيط مهم أعصاب هذا. هذا مهم. العصب الناصف هو مهم. من الأعصاب الثلاثة الأساسية اللي بتحرك الإيد، الأصابع يعني ورفع اليد وتطبيق الأصابع، الزندي والكعبري والناصف. هذا العصب اللي بينضغط هو العصب الناصف، نطلب له تخطيط حسب قيمة نتيجة التخطيط اللي تجي من عن طبيب زميلنا الطبيب الأمراض العصبية. ساعتها نحدد خطة العلاج. إذا كان الانضغاط خفيف ممكن نعطي علاج بسيط، علاج محافظ، ونعطي تنبيهات. حتى ممكن نعطي الحزام للمريض انه بحيث يلبسوا هذا الأحزمة معينة يعني مشان يريح الإيد من العمل، ونعطيه فرصة نقول له ريح إيدك من الأعمال فترة، وأغلبيتهم بتراجع الأعراض عندهم وبيرتاحوا يعني وبيطيبوا. إذا كان الانضغاط متوسط، إذا كان الانضغاط شديد حسب. إذا كان متوسط كمان هون بتختلف المدارس يعني، بس الأفضل هو كمان إعطاء فرصة من العلاج وفرصة من الراحة. حتى ممكن نلجأ لحقن فوق العصب تحت الرباط أو فوق الرباط، ممكن نحقن منطقة الرسغ. شو بتحقن؟ نحقن كورتيزون كمان يعني أيضا. نعطي كمان فرصة للمريض. إذا انضغاط شديد وشديد جدا، وخاصة إذا عامل ضمور بعضلات الذرة بعضلات اليد يعني لأنه ممكن إذا تطورت المشكلة يعمل بالضمور. اليد بتاخد شكل هيك مشوه يعني شكل مخلبي نحن نقول له. فساعتها نلجأ للجراحة لابد يعني. تماما. وهي عملية بسيطة. عملية بسيطة، تخدير موضعي بس. الاهتمام فيها ما بعد الجراحة يتطلب من المريض لفترة شوية يعني إن شاء الله شهر شهر ونص بده ينتبه على حاله. دائما وابدا التوصيات اللي بيعطيها الطبيب للمريض دائما يعني المستمعين انه مثل ما ذكرت الدكتور انه هو طبيب نفسه بعد ما تخلصوا العملية او بيعطي العلاج التتمة بتكون عنده. طبعا راح نختم لقائنا دكتور بمجموعة من النصائح الوقائية لمرضاكم لمرضى الجراحة العصبية، سواء كان من ضمن موضوعنا او بخارج موضوعنا. مجموعة يعني شوية نصائح للمرضى وللمستمعين لنختم حلقتنا. هلا أهم نقطة الأساسية هي أنه بنية الجسم محددة على عمل معين وأحمال معينة. فالجهد هو أساس أنه لازم المريض ينتبه على حاله. يا أخي
فلان يقدر يشيل شوالة حنطة على ظهره، أنا ما فيني أشيل شوالة حنطة على تأكيد هاي. ظهري. تمام. كل حسب إنسان له طاقة حسب معينة. حسب البيئة اللي عاش فيها، حسب آه. العمل اللي قام فيه، حسب العضلات اللي هي يعني ممرنة منذ الصغر أو لا. مؤكد. فالنصائح هي أنه أول شيء الأعراض اللي صارت مع المريض لازم يراجع طبيب، مهم. لأنه الشيء صغير ممكن يكون يكبر. وراه شيء مخفي وكبير. صح. تمام. النقطة الثانية، المريض كمان يهتم بحاله، يعني الوضعيات الجلوس الصحيحة، وضعيات النوم الصحيحة، الأثقال اللي بيشيلها. يا أخي ما يلزم أنا أروح أشيل اللي مولدة لحالي يعني. تماما. يعني خطأ. في بيجونا عالم يقول لك والله دكتور أنا رحت شلت مولدة. يا أخي لا نعم، تشيل ترى هي لحالك يعني. ضرت حالك يعني. إيه، خلي نعم. المولدة نص ساعة جيب لك حدا يساعدك فيها يعني. مهم. وممكن يعني في بعض الحالات المريض يكون مضطر انه شال كمان يعني، ما يعني واحد حسب بطريقة ظرفه. معينة يعني. حسب صحيح. ظرفه يعني. مهم. بس اهم نقطة اريد اقولها للمرضى يعني للمستمعين، انه الشيء الخفي الصغير ممكن يكون يخفي وراه شيء كبير. فعند حدوث اي اعراض لا تتردد بمراجعة الطبيب. أكيد هاي. الطبيب هو مرجعيتك، وهو يعرف ألمك إيش هو وإيش أسبابه، وإيش يعطيك النصائح المستقبلية حسب حالتك أنت. تماما. شكرا كثير لكم دكتور جيفارا رمي شيخ الفرحة، أخصائي بالجراحة العصبية، على هاللقاء الجميل والمعلومات القيمة. ألف شكر لكم. شكرا لك كمان أخ عماد، وللشباب اللي بالكونتور كمان، وشكرا لقناتكم. ونحن بالخدمة، وإيش ما يلزم كمان وإيمة ما يلزم نحن جاهزين. شكرا كثير لكم دكتور. يا هلا شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومشاهدينا، مشاهدي إذاعة وير اف ام ومتابعينا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.